بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن مباراة النادي الأهلي وطلائع الجيش اللي انتهت بفوز النادي الأهلي 2-0. دخل النادي الأهلي بتشكيل في حراسة المرمى مصطفى شوبير، 4 في خط الظهر خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، متولي، محمد أشرف، 3 في نص الملعب أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة، والمثلث الهجومي قندوسي ومحمد شريف وأحمد مش قادر. عشان أنا فعلا مش قادر، أنا والله مش قادر، يعني أنا تعبت خلاص، أنا جبت آخري. تغيير في التشكيل بنسبة 70%، 75% كمان عن التشكيلة الأساسية. بنشوف خالد عبد الفتاح، بنشوف محمد أشرف، بنشوف قفشة بعد غياب كبير، بنشوف القندوسي أساسي، بنشوف لعيبة كتير أساسية، بنشوف متولي بدأ يرجع أساسي تاني. تشكيلة المفروض إن أنت راكن اللعيبة الأساسية اللي أنت خايف عليهم عشان عندك نهائي كمان أسبوع أو كمان 10 أيام، وبتطمن على اللعيبه المفروض ان هم برضو اساسيين. يعني واحد زي السوليه ظروف الاصابه هي اللي بعدته، تمام. قفشه هبوط مستواه هو اللي بعده عن التشكيله الاساسيه. نجم المباراه هو اليو ديانج من وجهه نظري، هو اللي كان مدي شكل لنص ملعب النادي الاهلي النهارده، هو اللي كان بيتحرك، هو اللي كان بيخترق، هو اللي كان بيبص حواليه مش لاقي لاعب يلعب له كوره، فبيضطر يلجأ ليه؟ للحل الفردي. انطلاقه في العمق لديانج بيعدي بسهوله. هو ده نص الملعب، هو ده نص الملعب. السولية تايه، عمرو السولية تايه في نص الملعب. المفروض ان الثلاثه بتوع نص الملعب دول اصلا هم لعيبه اساسيه، عشان بس ما حدش يضحك عليا ويقول لي ايه اصل النادي الاهلي كان بيلعب بالسكند تيم والكلام الفاضي. السكند تيم ده لم ايه تنطبق على مصطفى شوبير، تنطبق على خالد عبد الفتاح، تنطبق على محمد اشرف، تنطبق على القندوسي، انما ما بيبقاش فيه شريف في الملعب وفي عبد القادر وفي قفشه وفي السوليه وفي ديانج وياسر ابراهيم ومتولي، وتقول لي بيلعب بالسكند تيم، وتقول لي بيلعب بالسكند تيم. كوارث دفاعيه. انت دفاعك كارثه، انت دفاع 45 دقيقه ما شطناش كوره على المرمى. 45 دقيقه النادي الاهلي ما راحش بتسديده توحد ربنا على المرمى. مش عارفين ميس باص، خطوط بعيده عن بعض، نص الملعب في دوامه وخط الدفاع في دوامه والهجوم في حته تانيه. يعني عدم تنظيم. المفروض ان دول لعيبه، يعني معظمهم لعيبه دوليه. انت بتلعب للنادي الاهلي، لما يبقى نص ملعبك ديانج والسوليه وقفشه، في وقت من الاوقات كان اللعيبه دي لعيبه اساسيه في النادي الاهلي ولعيبه خدت بيها بطولات. لما يبقى ادائهم بالمنظر ده، المفروض ان انت بادئ بالتشكيله دي بتريح لعيبه اساسيه وبتطمن على اللعيبه اللي عندك. يعني انت مش منزل دول علشان تريح اللعيبه الاساسيه بس، لا، انت منزل دول عشان تطمن على التيم ككل، على اللعيبه ككل. في لحظه قفشه تلاقيه اساسي، السوليه في لحظه تلاقيه اساسي. في حاجه مضمونه؟ مفيش حاجه مضمونه. بان مستوى خط دفاعك بعد خروج واحد زي عبد المنعم، بان قوي. انت بتلعب قدام فرقه ترتيبها ال 17 في الدوري، يعني فريق بيهبط. انت بتلعب دلوقتي فريق بيهبط، ومستواك الدفاعي بالمنظر ده، ومستوى نص ملعبك ومستوى خط الهجوم، حتى الاجنحه اللي عندك يا راجل مفيش حتى مراوغه صح. مراوغه في الماتش 90 دقيقه مفيش مراوغه. احمد مش قادر، قندوسي ما تقوليش ما بيلعبش اصله ما بيشاركش اصله ما بيبداش. انت ما بتلعبش فرقه، يعني ما بتلعبش مثلا مالديني ونيستا وستام، ما بتلعبش دفاع قوي. انت بتلعب لعيبه برضه الفرقه اللي قدامك فيها كميه اخطاء دفاعيه كوارث. انت اللي ما عندكش لعيبه. انت لو عندك صانع لعب زي الناس، ولا عندك وينج او عندك مهاجم زي الناس، الماتش ده كان يخلص 4-5. فمش عايزين نرمي شماعه اصل الاهلي كان بيلعب بالسكند تيم، لا، التشكيله دي ما تطمنش. المنظر اللي شفنا عليه النادي الاهلي ده ما يطمنش. هو لاعب واحد من وجهه نظري اللي حرام يقعد دكه، خالد عبد الفتاح. خالد عبد الفتاح ده احسن من محمد هاني مليون مره. حط هاني كده، حطه مليون مره كده، حط خالد عبد الفتاح واحد بس، خالد عبد الفتاح يكسب. انا ما ينفعش يبقى عندي لاعب بالكواليتي ده ويقعد دكه. اللي هو انا جايب لاعب جاهز، جايبه 6 شهور، 6 شهور، فالمفروض ان انا عندي خلل في المركز ده، فانا جايب اللاعب يسد لي الخلل ده، مش جايب اللاعب اموته على الدكه. لما تشوف اداء او مستوى خالد عبد الفتاح، لا، قد هاني مليون مره، سواء دفاعيا سواء هجوميا. لعيب واقف على رجله، لعيب صعب ان انت ترقصه. مش هقول لك زي اكرم توفيق، بس لعيب كويس احسن من محمد هاني. فانا جايب لاعب زي خالد عبد الفتاح ده مش عشان يقعد لي دكه لهاني.
صباح الفل يا كابتن حسام يا غالي. محمد شريف يا جماعه، محمد شريف عليه مش علامه استفهام، عليه مليون علامه استفهام. انا اول مره اشوف مهاجم في النادي الاهلي ما بيعرفش يستلم كوره. يعني انت لا بتعرف تستلم ولا بتعرف تسلم، والله العظيم ما بتريق. انت فعلا النهارده انت ما طلعتش باص من رجلك صح، والله العظيم محمد شريف ما طلع باص من رجله. في لعبه اتعملت 1 3 معاه ومع قفشه، المفروض يديها لقفشه يجري، قفشه يعمل له اوفرلاب، هو ما عرفش يرجع لقفشه، قلشت منه راحت لنص ملعب طلائع الجيش، هجمه ضاعت علينا. فانت متخيل المهاجم ما بيعرفش يستلم ويسلم. سوليه تايه، قفشه على الله حكايته. احنا بعد كده نجيب لك الحاج يقعد في المدرجات ما دام انت بتعرف تشوط لما الحاج بيبقى موجود. تاني تسديده في تاريخ قفشه من ساعه ما جه النادي الاهلي تطلع من رجليه مظبوطه بعد جول القاضيه. تاني تسديده تطلع من رجل قفشه مظبوطه، بقاله 3 سنين في الاهلي اهو، والله العظيم ما شفت شوط كوره زي كده، ما شفتهاش دي من قفشه. متولي وياسر كوارث، كوارث. متولي فعلا كارثه، سهل ان انت تضرب النادي الاهلي في ظهره، سهل قوي. متولي وياسر ابراهيم الاثنين جنب بعض فعلا، يعني الاثنين بطاء جدا. متولي بيتميز شويه ان هو بيعرف يطلع بالكره، انما بطيء، اخطائك كتير، اخطائك كتير. حته استيعابك ان انت تطلع تقابل المهاجم والكلام متاخر، متاخر قوي. في الدقيقه 2 جت كوره كده المدافعين قعدوا يتفرجوا عليها، وادي استلمها وقعد يلف حوالين الكوره، يا راحت فين يا جدعان؟ السوليه بقى يعمل ايه؟ انا معلش انا مش قادر، وانا كاريزمتي ما تسمحليش ان انا اخد كوره زي كده، هبوظ على المهاجم لذته. خليه يشوطها يا عم، يمكن يجرب حظه. محمود وادي ينتش الكوره، الحمد لله ستر ربنا في اول دقيقه في الماتش الكوره تخرج بره. اول تسديده للنادي الاهلي في المباراه، اول تسديده في الدقيقه 46 محمد مجدي قفشه. اول تسديده اصلا المخرج كان عمال يعيد في كوره تعبانه ميته، وهوب لقينا قفشه جاب جول. الحمد لله، ايه 1-0 الدنيا هتفك، الاهلي هيمسك كوره. مفيش كوره، مفيش نص ملعبك ضايع. لو جيت تحسب كده عدد تمريراتك الماتش ده مقارنه بعدد التمريرات في المباريات اللي قبلها، لا يعني بنسبه مثلا 25 30%، ده كده كتير. انما النادي الاهلي لا نص ملعب في حالته ولا خط هجوم في حالته. احمد عبد القادر اللي كل كوره لازم يبصم عليها، لازم. يا ابني انت متخلف عقليا بجد، والله انت متخلف عقليا. يعني انا ما شفتش لاعب بيروح لمدافع، انا ما شفتش وينج خلاص ناوي يعمل دريبلينج بالكره او ناوي يراوغ بيروح هو للمهاجم، بيروح للمدافع، ما شفتهاش دي. انت المفروض بتروح للمدافع ولا انت عايز تعدي المدافع؟ المفروض ان انت اللعيبه دي هتعتمد عليها، المفروض اللعيبه دي انت ما هتعتمد عليها. في اي لحظه، في اي لحظه لاعب يتصاب، لا قدر الله مروان عطيه اتصاب، مين عندك؟ السوليه، حمدي فتحي اتصاب، هتضطر تلجا بقى لديانج سوليه قفشه. وارد جدا تشوف نص الملعب ده بيلعب نهائي افريقيا، وارد جدا والله. هل هيبقى ده منظرنا؟ ربنا يستر. تبديلات النادي الاهلي: دخل طاهر مكان قندوسي، كهربا مكان شريف، هقولهم كلهم مره واحده، وربيعه مكان ياسر، وكوكا مكان ديانج، وسافيو مكان احمد مش قادر. تبديلات كالعاده ما حسيتش بفارق، ما عملتش حاجه، ما ضافتش حاجه. ميس باص برضو، اللعيبه بعيده عن بعض، اللعيبه مفيش تحرك، بدون مفيش لا مركزيه. لازم يبقى في لا مركزيه في الملعب. ما تفهمش اللعيبه ايه، مطرشنه ولا لعيبه ضربه، انا مش فاهم بصراحه. اللعيبه واقفه كده متنحه في مكانها عايزه الكوره تجيلها. استاذ طاهر، محمد طاهر، هو انت مفهومك عن الكنترول ايه؟ بس حد قال لك ثبت الكوره على بعد 3 كيلو وبعد كده اجري هاتها، ولا انت ايه ظروفك، ولا انت ايه بالظبط؟ فاهم ايه؟ فاهمني. انت الحاجه الوحيده اللي شاطر فيها هي اللغه، مش عايزين نطول. تيجي في الدقيقه 88 ضربه جزاء للنادي الاهلي بعد رجوع للفار، مش مستاهله فار يعني يا جماعه، والله احنا حكامنا اقل من العادي، والله الاقل من انت تبقى حكم مباراه، والله العظيم. شوف انت بتحكم الاهلي وطلائع الجيش، انت اقل من كده بكتير بكتير. انت ما تحكمش حكم درجه رابعه. فار ايه اللي بيرجع يعني؟ فار ايه اللي بترجعوه يشوف كوره زي دي؟ يعني هي كوره زي دي محتاجه فار؟ هي كوره زي كده محتاجه ان الحكم هو اللي يرجع للفار عشان ياخد قرار؟ امال انتوا لازمتكم ايه قدام الشاشه بتاع الفار؟ انت حكم فار لازمتك ايه؟ شايفها ضربه جزاء، خلي عندك شخصيه كده، وخليك يعني خليك تتحمل المسؤوليه. ضربه جزاء، مش لازم تجيب الحكم ويرجع، الحكم 3 ثواني وراح حسبها. كوره واضحه يعني يا جماعه.
بلاش التواطؤ اللي انتوا فيه ده والكسره اللي انتوا فيها دي. ولا هي لو لنادي تاني كانت اتحسبت على طول، ما كانش ليه لازمه ان الحكم يروح للفار، وكنت وفرت عليه تعب. فرصه للسوليه في الدقيقه 95 بعد مراوغه من طاهر، الحمد لله الكره الوحيده اتعملت صح، عدى لعبها بالعرض، الجول فاضي، السوليه حطها بره، وانا جبت جول يا جماعه. انا شخصيتي وكاريزمتي زي ما قلت لكم ما تسمحليش ان اسجل التاني، حتى لو جات لي فرصه قدام الجول انا هضيعها. انا راجل شخصيه وكاريزما. وتنتهي مباراه من اسوأ مباريات النادي الاهلي في الدوري السنه دي، يعني مباراه فعلا مباراه انا قاعد والله العظيم قاعد بسقط، يعني انا قاعد قدام التلفزيون بسقط. ما فيش كوره، ما فيش طالع يجي يشرح عليك بكام هجمه خطيره في لحظه كنت ممكن تلبس جون والتاني والماتش يروح منك. ما انا مش عشان اريح 70% من التشكيله الاساسيه اتعكل العكه دي كلها. على الاقل خلي لاعب او اتنين فايقين زي حسين الشحات زي تاو. مش هقول لك اديهم الماتش كله، اديهم 60 دقيقه احس ان الفرقه واقفه على رجليها، ما تبقاش الفرقه بالمنظر اللي احنا شفناه ده. نقطه تانية حابب اتكلم عليها هي اسلام محارب. احزق طول الدوري كده عشان تبقى في الدوري، ما تنزلش الدرجه الثانيه. حاول تحزق، عندك ماتش قدام الزمالك احزق على قد ما تقدر، ما تجيش قدام النادي الاهلي وتبقى هين عليك تهد الاستاد واللعيبه والملعب والدنيا كلها. احنا عارفين ان انت لاعب جامد جدا ولاعب فشيخ مفيش منك اتنين، عشان كده طرقناك من النادي الاهلي. احزق زي ما قلت لك عشان تحافظ على مكانتك في الدوري، ما مالكش تاني سنه مع المظالم في الدرجه الثانيه. الصفار والغل باين في عينك، يا ريت تهدى كده قدام الاهلي. ما بقولكش ما تلعبش، لا العب وموت نفسك في الملعب، بس ما تبقاش على كل كوره اجريسيف. انت كنت هتطير عين مصطفى شوبير النهارده، دي ما فيهاش طرد ازاي؟ انا مش قادر استوعبها لحد دلوقتي. الكوره دي طرد، يعني الفار ده لو رجع كده زي ضربه الجزاء ما قال الحكم تعالى شوفها، كان الحكم رجع وادى طرد للكوره زي كده. فاهدى يا عم محارب، بالعز اللي انت فيه والنعيم اللي انت فيه السبب بعد ربنا هو النادي الاهلي مش سموحه او الجيش، مع احترامي لكل الانديه. فيا ريت تهدى، العب يا عم، ما بقولكش ما تلعبش، موت نفسك في الملعب، بس ما تبقاش بالحزقه والحرقه والحقد والغل اللي جواك ده. الفتره اللي جايه فتره صعبه على النادي الاهلي، نتمنى التركيز من الجهاز الفني واللعيبه، نتمنى عدم التهاون، نتمنى كل لاعب يركز، يخاف على التيشيرت، يخاف على شعار النادي الاهلي، مش اكتر. مش طالبين منكم حاجه، وكل التوفيق للنادي الاهلي. سلام.